نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. السلام عليكم أحبتي. مثل ما جنابكم تشوفون الساعة متأخرة من الليل، وإحنا بانتظار النتائج اللي تأخرت 10,000 مرة حتى تعلن. وآخر شيء تعلن النتائج أصغر فائز لدينا في سائرون لديه 3000 تقريبا صوت، ويستثنى اسمي بعد كل هذه المرحلة من المماطلة والجذب والشد في موضوع إعطاء الأصوات، رغم أنه اللي سربت لي المعلومات فقط من الخارج حوالي 32,000 ناخب وصلوني، فقط من مدينة صغيرة 4,000 ناخب انتخبني، يعني يوصل الحد ل 4,000 أو 32,000، الأكثر من 37,000 صوت، ما عدا مناطق أخرى في بغداد. هذا التزوير تلاعب، طبعا عرفناه من البداية، وعرفنا أنه الأيادي الفاسدة هي تقف وراء هذا التزوير لمعرفتها أن وجودنا بالبرلمان سيشكل خطر عليهم. احنا نعتقد أن المفوضية لها اليد في الموضوع، نحملها المسؤولية الكاملة، ونطالب بالكشف عن الأسماء وعن الأوراق الانتخابية والفرز من جديد. من حقنا أن نطالب بهذا الأمر، نحن وجمهورنا طالبة بالكتابة هنا وفي كل المواقع ضد هذا التزوير وانتزاع حقوق الناس الذين انتخبوني وأعطوني صوتهم. طبعا الموضوع ليس محزن بقدر ما هو مشعر بالغضب، أنه كيف هذه المفوضية التي تدعي النزاهة وتمضي في موضوع وطن كامل ترتهن للسياسيين وترتهن للفاسدين تحديدا. عموما كل واحد انتخبني وأعطاني صوته ورشحني واشتغل معي سواء في الخارج أو بالداخل، أشكرهم من كل قلبي، وأعدكم أنه راح أبقى رغم الفاسدين. إذا لم يستطيعوا، إذا استطاعوا إبعادي من البرلمان فلن يستطيعوا إبعادي من العراق، وإذا استطاعوا إبعادي من السلطة الرقابية التي كنت أنوي الدخول إليها لكنس الفاسدين، سأبقى رغم أنوفهم مراقب، وسأتحدث بكل صراحة مع الشعب العراقي حول هذه الانتهاكات وهذه الأموال المسروقة ومن أين أتت ومن أين ذهبت. ليس مجلس النواب هو المهم، وليست الانتخابات هي الفيصل. الفيصل هو الشارع، الفيصل هو الشعب العراقي. وأنا أشكر من كل قلبي كل الذين كانوا معي طوال هذه الفترة من أصدقائي وبعض من عائلتي اللي كانوا عون إلي، يعني أشكرهم على تعبهم وجهودهم وكل اللي قدموه في سبيل إنجاح هذه المسيرة. على كل حال، ربما صارت ضغوط هناك على سائرون، وربما كان ضغوط على المفوضية من قبل الفاسدين ومن قبل أيتام الولاية الثالثة، ولكن نحن نشد على أيدي زملائنا بالسائرون ونهنيهم بالنجاح والفوز، ونطالبهم بأن يستمروا بهذه المسيرة سواء كنا معهم أم لم نكن معهم. نحن في سائرون وسنبقى مع سائرون برغم من النتيجة التي حصلت، ونحن متأكدون 100% أن هاي النتيجة مزورة، وإلا لماذا تم التأجيل 10 و20 مرة وصباحا ومساء؟ لذلك نحن نعتقد أنه الوضع الآن في العراق يحتاج إلى مراجعة جديدة
يحتاج إلى أن تكون لدينا حكومة إصلاحية مستقلة يكون رئيس وزرائها مستقل وغير خاضع أو تابع للأحزاب الفاسدة وأحزاب السلطة. وإن شاء الله من الآن وصاعدا سأعمل لوحدي كما كنت أعمل مستقلا، ولكن أدعو الشباب العراقي لنكون إن شاء الله خلايا لكشف الفاسدين وكشف الفساد ومحاربة المفسدين سواء في داخل العراق وخارجه. وأنا إن شاء الله سأعمل بإذن الله تعالى ضمن تحالف سائرون وبصفتي الخاصة على الضغط على الحكومة العراقية والضغط على البرلمان والزملاء في سائرون لكي نضع قانون يعيد يكشف الحسابات السرية للسياسيين العراقيين الفاسدين التي تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار في الدول الجوار وتحديدا في الدول المحيطة بالعراق. وندعو إلى كشف العقارات التي يمتلكها العراقيون في ذلك المكان. طبعا أتمنى من أحبتي وأصدقائي وناخبيني والذين رافقوني أن لا يحزنوا ولا يزعلوا مثل ما نقول بالعراقي على هذه النتيجة. الفوز هو، قلت سابقا قبل أن تخرج النتائج، الفوز هو أنتم، الفوز محبتكم، الفوز تضامنكم معي ودعمكم إلي. ربما أنا المرشح الوحيد وبكل فخر أقولها اللي تبرعوا له الناس من أجل إنجاح حملة الانتخابية. ربما أنا أكون المرشح الوحيد تقريبا الذي يدعونه الناس وليس هو من يدعو نفسه إلى الناس، وهذه أيضا شرف وفخر كبير إلي. لا تحزنوا ولا تجعلوا الشامتين يضحكون. لن نحزن ولن نزعل على هذه النتيجة، لأن هذه معركة خسرنا في المعركة ولكننا لم نخسر الحرب. الحرب مستمرة إن شاء الله. إن كنا لسنا في هذه الدورة البرلمانية سنكون في القادمة، وأن لم نكن في القادمة وكان الفاسدون أيضا يتلاعبون بالنتائج سنكون في التي بعدها أو التي بعدها والتي بعدها حتى يقضي أمرا الله أمرا كان مفعولا أو نهلك دونه. لذلك أحبتي أتمنى منكم عدم السماح لليأس والإحباط أن يتملككم. لن يتملكني اليأس والإحباط. نعم نحن منزعجون وغاضبون على التزوير الحاصل، ولسنا غاضبون أو منزعجون على عدم نيل مقعد في البرلمان. هذا أمر وهذا أمر آخر. لذلك أتمنى عليكم أن لا تسمحوا للشامتين أن ينالوا منكم ولن ينالوا منا. إن شاء الله أنا مستمر معكم. هذا الأسبوع المحبط والمزعج أسبوع كامل من التوتر. ربما كثير من الأصدقاء والأحبة تفاجؤوا غيابي عن التواصل معهم، أو الحقيقة كانت ساعات وأيام مزعجة جدا ومقلقة، لأنهم تلاعبوا بأعصابنا كثيرا. نتائج تخرج هنا أننا فائزون، نتائج تخرج أننا حصلنا على كذا، ومن ثم نتفاجأ في مؤتمر صحفي سيعقد، مؤتمر صحفي لن يعقد، ستخرج النتائج الآن، لن تخرج النتائج، وإلى آخره من هذه الألعاب غير الأخلاقية التي تلاعب بها السياسيون. وشاهدنا عديد من الأعضاء المفوضية اشتكوا التلاعب والتزوير. نحن لا نشك أن التزوير حاصل وأن المزورين ما زالوا على رأس السلطة. أحبتي وأخوتي وأخواتي، الفاسدون عادوا من جديد ولكن بحجم أقل، وهذا بجهودكم، بجهود سائرون وجمهور سائرون وبجمهور بقية الكتل المستقلة التي فوتت الفرصة على الفاسدين، وأيضا بجهود الذين عزفوا على الانتخابات وفوتوا الفرصة على المزورين والتزوير. ولكن مكاني ليس في البرلمان، مكاني في قلوبكم، ومكانكم في قلبي إن شاء الله. أدعوكم أحبتي في هذا اليوم أن نعيد بوصلة الوطن الواحد بعيدا عن الطائفية والحزبية والعشائرية والمناطقية. أنا عدت بين أيديكم ليس مجرد عضو في مجلس النواب من عدمه،
أنا عدت كي نكون ونشكل مع الشباب الثائر حركة تصحيحية جديدة للوضع السياسي في العراق. سننجح فيها أو لا ننجح، يكفينا شرف المحاولة. نحن بأخلاق الفرسان، نحن بالمبادئ والثوابت التي تربينا عليها. رفضنا كثير من عروض جاءتنا بآلاف الأصوات من أجل بالمقابل، طبعا مقابل بعض التطمينات وبعض الوعود لم نعطيها. كثير من الناس طلبوا منا وعودا، لم نعطي هذه الوعود ولم نعد أحد بشيء إلا بعد أن قلنا لهم لن نعدكم إلا بالعدل بين الناس. أنا حينما دخلت في هذا المعترك للعدل بين الناس، لأنني أعرف ما ينقصه العراقيون، ما ينقص العراقيين هو العدل. العدل في التعامل، العدل في التوظيف، العدل في الحكم، العدل في المحاكمة، في كل شيء يفتقد الشعب العراقي إلى العدل والإنصاف والمساواة. وهذه الأشياء كنت أحملها. مظلومية الشعب العراقي الذي يعاني من اللا عدل واللا إنصاف والظلم والجور والقمع وسرقة أمواله، كل هذه حملتها في قلبي، وجئت أضع بيضاتي في سلة شعبي. لم أضعها في سلة السارقين، لم أضعها في سلة الانتفاعيين والانتهازيين. لم أقبل دعما من دولة، ولم أقبل دعما من حزب، ولم أقبل دعما من جهة خارجية أو داخلية. لذلك فضلت أن أكون ابنا للشعب، وسأبقى ابنا للشعب إن شاء الله. هذه المرحلة ستفرز قيادات جديدة إن شاء الله، نتمنى لها الفوز بقلوب الشعب قبل الفوز في المناصب، وأن تكون حاملة لتطلعات الشعب العراقي، حاملة لهموم الشعب العراقي، حاملة لآلام الشعب العراقي. حينما توجهت إلى البرلمان قربة إلى الله كي أخدم الشعب، كي أخدم الناس، كي أخدم المظلومين. ونحن نؤمن أن الله يجازي الناس على النوايا. فأعتقد أنا أمام الله سبحانه وتعالى قد أبرأت ذمتي أنني حاولت الإصلاح، وكان الفاسدون لي بالمرصاد. فإن الله يؤاجر ويجازي الإنسان على نيته الصادقة الحسنة التي من خلالها يطلب رضوانه ويعمل من أجل عباده المظلومين. تحية لكم أحبتي الذين سهرتم وقاتلتم من أجل إنجاحي، وتمالكتم أعصابكم يوميا حول النتيجة. أعلم أنكم كنتم تشعرون بما أشعر، وجاءتني آلاف الهواتف وآلاف الاتصالات وآلاف الرسائل التي تقول نحن على جمر، على النار، لست وحدك. فهذا وزع هذا التوتر والقلق الذي رافقني طوال هذه المدة. ولكن النتيجة هي أني فزت بقلوبكم، وإن زور المزورون نتيجة الانتخابات، لكنهم لن يستطيعوا أن يزوروا حبكم لي وحبي لكم. لن يستطيعوا أن يقتلعوا أوراقا أنتم كتبتموها بقلوبكم قبل أيديكم في حب العراق وفي حبي. وهذا فضل، وهذا كما يقال دين في رقبتي أرده لكم. سأبقى معكم كما كنت، وسأستمر في عملي في مؤسسة الزيدي، وأستمر في معارضة الفاسدين مهما كلفني الأمر. قتلت أو قتلت أو حوربت، سأبقى بينكم إن شاء الله. تحياتي لكم، حظا أوفر للذين لم ينجحوا ويصلوا إلى البرلمان، وتهانينا من القلبية للزملاء في سائرون الذين فازوا في مقاعد جديدة. نتمنى لهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين لتطلعات الشعب العراقي، ونحن سنراقبكم زملاء الأعزاء كما نراقب الآخرين، وليس لدينا خطا أحمر بمقابل الشعب العراقي. نتمنى أن تكون مصالحكم الشخصية في الطرف الأخير أمام مصالح الشعب ومصالح المواطنين ومصالح المظلومين. أتمنى أن لا تغركم السلطة والسلطان والمال والجاه عن النزول إلى الناس ومخالطة الناس ومعرفة همومهم اليومية. شكرا لكم، شكرا لكل محبيني. سأعود إن شاء الله إليكم قريبا. رمضان كريم.